السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاي النهارده بأكتر جملة كليشيه موجودة على اليوتيوب من يوم ما بدأ يوتيوب، وهو إن أنا هبطل أشتغل على اليوتيوب تاني. قبل ما أقول أنا ليه ممكن أبطل شغل على اليوتيوب، عايز أوضح بس بسرعة قد إيه اشتغلت على القناة دي وقد إيه أنا تعبت عليها لحد ما وصلت للمرحلة اللي أنا فيها دلوقتي. من 2020 شغال بشكل شوية بقطع وشوية بشتغل، شوية بقطع شوية بشتغل، ومن 2022 أنا ملتزم بشكل دوري تقريبا كل يوم بنزل إذا كان فيديو طويل أو بنزل شورت. ومن قبل كده يمكن بداية من 2018 أنا كان عندي حلم إن أنا يبقى عندي قناة على اليوتيوب كبيرة وبشتغل عليها وبتعامل واعمل كولابريشن مع ناس كتير جدا، ولكن الهدف ده ما بداش يتحقق غير في 2022. وفضلت شغال لحد ما وصلت لمرحله ان القناه قربت ان هي توصل ل 60000 سبسكرايبر، وكانت ماشيه الحمد لله في كيرف كويس، وكنا خلاص قربنا نوصل ل 100000. ولكن بقالي فتره القناه فيها مشاكل كتير جدا. ده غير كمان ان انا حاولت اعمل سيت اب جديد واعمل لوكيشن جديد بحيث يكون الصوره شكلها حلو والمكان اللي بنصور فيه شكله حلو، لكن بقالي شهرين المشاهدات عندي تكاد تكون معدومه. كان من قريب حصل تحديث كده في اليوتيوب وقالوا ان الشورتس هتتشاف بشكل اوسع وبنطاق اوسع، واتبسطت جدا من التحديث ده وقلت على الاقل القناه هيبقى شكلها حلو، اي فيديو ينزل يبقى عليه 50000 مشاهده او 100000 مشاهده هيبقى شكلها كويس وهيبقى محفز ليا ان انا اشتغل اكتر واكتر. ولكن مع الوقت التحديث ده اتقلب بشكل غريب جدا، وبقى الفيديوهات ما بتوصلش حتى النسبه الطبيعيه اللي كانت بتوصل لها في الاول، حتى عدد اللايكات قل، كل حاجه باظت. انا عارف ان انا بادئ الفيديو بجمله كليشيه، وعارف ان انا هقول برده كليشيه، وانا اكتر حد ما بيحبش فكره ان هو يجمع تفاعل عن طريقه كسب تعاطف الناس بالطريقه دي يعني. ولكن يمكن ده اخر حاجه ممكن اعملها في القناه هنا، وفعلا انا بصور الفيديو ده وانا متضايق جدا ومحبط. مش مشكله ان انا اكون متضايق، بس هي الفكره في انها فعلا محبط، حاسس ان انا كل اللي بعمله ملوش لازمه. لان حتى انا كلمت الدعم قالوا لي ان انت الدنيا تمام ومفيش اي حاجه، واكتشفت كمان ان في قنوات غيري بتقول نفس اللي انا بقوله، عندها نفس المشاكل اللي انا بواجهها. بالعكس في ناس قنواتهم اكبر مني باربع او خمس اضعاف بداوا ان هم يتجهوا ان هم يعملوا قناه جديده ويشتغلوا عليها من اول وجديد. يمكن عندهم قاعده جماهيريه تساعدهم على ده، انا ما عنديش. الموضوع بالنسبه لي هو يا ان يا اوت، يا بشتغل يا بره، يا اما هكمل يا اما هوقف. انا بعمل الفيديو ده لان انا محتاج فعلا ان انتوا تساعدوني، اذا كان بان انتوا تعملوا لايكات في اي وقت تشوفوا اي فيديو ليا، تعملوا لايكات، تعملوا كومنتات، تساعدوني باي شكل. لو لقيتوا حاجه مفيده ممكن تعملوا لها شير، لقيتوا حاجه ظريفه او دمها خفيف ممكن تبعتوها لاصحابكم، كل ربما يكون ده حاجه تغير مجرى القناه وتساعدني ان انا ابدا اكمل من تاني، او ان انا ما بطلش اشتغل. لان انا فعلا من اكتر الحاجات اللي انا اشتغلت عليها وكنت مركز عليها، لانها فعلا من وسط صحابي كلهم والناس اللي انا بشتغل معاهم كلهم انفلونسر وبلوجر، انا اكتر حد اهتم بقصه اليوتيوب دي، لدرجه ان هي كانت بتوصل الناس كانت مفكرين ان انا ما بشتغلش، لان انا كنت شغلي كله منزله على اليوتيوب وباقي منصات ما كنتش بنزل حاجه. عايز اقول ان انا للدرجه دي كنت مركز في المكان ده ان انا عايز انجح فيه. ففي النهايه باكد عليكم لو شفت اي محتوى ليا ما تنساش تعمل لايك الفيديو ده، اعمل عليه لايك واعمل كومنت، ولو شفت مني اي حاجه كويسه قبل كده اكتب لي كومنت شجعني بيه، خليني احس ان انا بعمل حاجه كويسه، مش مجرد ان انا بقدم محتوى على اليوتيوب وخلاص. بس دي كانت رساله استغاثه حرفيا، يعني رساله استغاثه، فاتمنى تساعدوني، وان شاء الله لو كان في امل هتلاقوني في حاجات كتير جدا هنشتغل عليها في الفتره الجايه. بس يعني دي يمكن اول مره، وان شاء الله يعني تكون اخر مره ان انا اطلب فيها مساعده من الجمهور وكده، بس يعني ان شاء الله يعني تتفهموا الوضع وبس كده. السلام عليكم.